هند اللي غادي نسميوها في هذه القضية مسخوطة الوالدين، وفعلا هي كتستحق هذا اللقب هذا وأكثر، لأنها غادي تتفق مع العشيق ديالها باش يصفيوها الأب ديالها. قضية محزنة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اش خباركم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. وقبل ما نبداو في سرد قضية اليوم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خوتي ديروا واحد لايك باش هاد الفيديو يتشاف على نطاق واسع للتوعية. قضية اليوم غادي تاخدنا لمدينة الدار البيضاء. عائلة اللي مكونة من 5 ديال الأشخاص، الأب والأم و3 ديال الوليدات. البنت كانت هي الكبيرة، سميتها هند. هاد البنت هادي كانت كتقرا في 9. الأب كان كيبيع ويشري، والأم كانت ربة بيت. القضية غدور على هاد هند اللي كتقرا في 9. هند كانت واحد البنت مفشة، باها مفششها بحكم انها البنت الوحيدة وعندها 2 دراري خوتها صغر منها. كيف قلت لكم، الاب كان كيبيع ويشري، عنده واحد المحل كاريه دير فيه واحد السليعة كيترزق منه الله. المهم عايشين مزيان، ما خاصهم حتى شي خير. وهو اللي كان مكلف ببنته كيديها وكيجيبها من الكوليج. والأم بطبيعة الحال ربة بيت كتقوم بالأعمال ديالها، مهلية في وليداتها. المهم الحياة غدا على أحسن ما يرام. هاد الأب هذا كانت مرة كتجي عنده بنته هاد هند بحال كتعاونوا في البيع والشراء، بحكم انه كيبيع ملابس نسائيه، وبعض المرات كتجي حتى الزوجه ديالو. الاب كان سميتو كمال، وكان الله يعمرها دار، السوق كامل كيشهد ليه بانه واحد السيد درويش مربي متخلق، يعني الله يعمرها دار. وهاد هند اللي قلت لكم بنته كتقرا في كطريام كان مفششها زياده، اللي بغاتها كيشريها ليها، مهلي فيها، كتخرج كيسافروا، المهم مهلي فيها الفشوش داك الزيد. كمال نجحات بنته في الكطريام وطلعت الليسي، وهنايا البنت بحال زادت نغزه في الليسي. البنت ولات قبيحه شويه، ولات كتسمع عليها هضره مره كيسمعوا عليها الهضره بانها كتخرج مع فلان، كتركب في الموطور، كتمشي هنا. الله يهدي جميع البنيات والوليدات، لان بعض المرات المراهقه كتكون صعيبه، وحتى داك الفشوش الزايد كيزيد في المراهقه درجات. المهم كمال بدا كيسمع على بنته انها كدوي مع فلان، صاحبه مع فلان. اشنو قال انا غادي نراقبها بوحدي حتى واحد ما غيجيب لي اخبارها. مشى الليسي، حيت هو اللي كيوصلها يوميا، كيوصلها مع صباح، وفي العشيه كتجي بوحدها، اولا مع الغداء كتجي بوحدها. المهم الصباحات هو اللي كيوصلها وكيتاكد انها دخلت الليسي ديالها. واحد النهار من بعد ما بدا كيسمع عليها بانها كتركب في المطار، وبعض المرات كتركب في الطوموبيلات، السيد ما تيقش، قال لا بنتي ما مخصوصه من والو، كيفاش غادي تبدا دير هاد الفعايل هادي؟ اشنو دار؟ داها مع صباح، دخلها يعني الليسي ديالها، وبقى جالس تما كيتسنى اشنو غيطرا. المهم البنت قرات هذاك النهار ما خرجاتش. هو في داك الوقت مشى عند واحد مول الحانوت اللي انفاس مع الليسي. هاد مول الحانوت كان باقي شويه صغير. مول الحانوت كيخرجوا الدراري ياخذوا من عنده الكوتي، راكم عارفين في داك الوقت ديال العشيه. هو يسولو، وراه التصويره وقال لي عافاك، هاد البنت هادي واش كتعرفها كتجي تقدم عندك شي حاجه؟ قال لي علاش؟ قال له ودي راه واحد ولدي لاصقني عليها وقال لي والو الوليد خطبها ليا، وانا بغيت نتاكد من الاخلاق ديالها. هذاك مول الحانوت كان باقي صغير، كان حتى هو شاب. قال لي ودي اش غادي نقول لك، هاد البنت
راه كتبان ليا والله اعلم قال ليه، كتبان ليا راه كتركب مع شي وحدين في المطار، موطور يحطها موطور يهزها. البنت راه كتبان ليا ما متبتاش. وزيدون هاد ولدك غياخد هادي دير باقا صغيره، باقي صيط ليها الريح في راسها. كمال ما تيقش داكشي اللي قال ليه مول الحانوت على بنته. مشى للدار دايخ ما عارف ما يدير، او كيفاش غادي نعالج هذا المشكل. واش بنتي انا مصيفطه تقرا ضرب عليها تماره وهي من موطور الموطور، ما يمكنش، ضروري خصني نلقى شي حل. ما عاود حتى شي حاجه لمراتو وما قالش ليها بانه سمع شي حاجه على البنت، رغم ان الزوجه حتى هي كانت مره كتسمع من عند الجيران بان بنتك كتركب في الموطور وبان عندها صحابها دراري، ولكن ما قدراش تقولها حتى هي الاب. هو عارف وهي عارفه، ولكن تفاديا للصداع والمشاكل حتى واحد ما قال لاخر اشنو كاين. كمال بدا كيفكر اشنو غادي يدير وكيفاش غادي يعالج هذا المشكل قبل ما يطيح في شي حاجه اللي ما غاديش تعجبه. اشنو دار؟ هذاك الصباح مشى ووصلها. ملي وصلها قال غادي نوصلها وغادي نحضيها اشنو كاين. حضاها كالعاده، البنت دخلات قرات، ربما لاحظات ان باها باقي كيراقبها. البنت دخلات قرات وخرجت عادي وجات في حالها لدارهم. اشنو بدا كيقول في راسو؟ بدا كيقول او كيفاش الناس كيقولوا على بنتي هاد الهضره وانا ملي مشيت ما شفت والو. قول لي هي البنت لربما كتعيق به بانه كيراقبها. قال مع راسو اجي نخفف عليها واحد السيمانه ما نراقبهاش نهائيا. حتى لواحد النهار هاد السي كمال غادي يختفي، ما غاديش يبقى يبان نهائيا. 4 ايام ومراتو كتقلب عليه، ما خلات عليه حتى شي بلاصه، ولكن بدون جدوى. سد المحل، ما مشاش للخدمه ديالو، تليفونه طافي. المهم السيد ما كاينش. اشنو دارت مراتو؟ مشات دارت بلاغ عند الشرطه، يعني بان رجلها 4 ايام ما بانش نهائيا. بداو الشرطه كيقلبوا باش يعرفوا المكان ديال هاد كمال. ربما دار شي كسيده لان السيد حتى طوموبيلته ما كايناش نهائيا. سولوا عند العائله ما خلاو فين سولوا، السيد ما بانش في هذيك 4 ايام ما بانش. غادي يجي واحد البلاغ من عند واحد السيد اللي في واحد الكارتيي معروف في مدينه الدار البيضاء. غادي يجي بانه لقى في الشقه ديالو اللي كيكريها، لقى فيها واحد الجثه معفنه في بيت نعاس. السيد غادي يمشي يبلغ بانه لقى هاد الجثه. الشرطه غادي تتجه لعين المكان، وبطبيعه الحال معها عناصر تقنيه مسرح الجريمه. فاش غادي يوصلوا للشقه غادي يلقاو فعلا بانه كاين واحد الجسم متعفن، وبانه على الاقل غيكون ضارب واحد 4 ايام او 5 ايام. سولوا مول الشقه قالوا لي كيفاش تكتشفتي هذا الشيء؟ قال لي مودي انا جات واحد السيده كرات من عندي الدار، بحكم انني كنكري هاد الديور هادو، كرات من عندي الدار وقالت لي بانها باغا دير فيها عيد ميلاد لخوها. المهم نهار واحد قال لهم كريت لي هذاك النهار وسلماتني ملي سالاو، سلماتني السوارت ودخلت انا للدار قلبتها ما لقيت حتى شي حاجه. ومن داك الوقت هاد 3 ايام كلها ما كريتهاش. حتى اليوم قلت غادي ندخل نشوف لا خاصها شي حاجه. حليت قال ليهم الباب هنا، قال لهم كنشم واحد الريحه معفنه معفنه معفنه. بديت كنقلب حتى وصلت لبيت النعاس، وهنا قال لهم تحت من الناموسيه، يعني ما بين الماطله والعود. غادي نحيد الماطله وتما غنلقى الصدمه، غنلقى جسم ديال الانسان معفن ومكبوب عليه الملحه 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 بزاف. المهم داو هاد الجثه لمستودع الاموات باش يتعرفوا على مولاها، وفعلا غادي يتصلوا بالزوجه اللي غتاكد لهم بانها ديال الزوج ديالها.
بداو معاها استجواب هي الاولى. هاد 4 ايام راجلك فين غادي يكون مشى؟ قالت لي ما ودي انا السيد اختفى بمره، تليفونه مطفي، ما عرفتوش فين مشى، كنعيط عليه، كنعيط على العائله، وداكشي علاش درت عليه بلاغ. قال لها ما قالكش فين مشى؟ قالت لهم نهائيا. دازوا عند ولادو سولوهم، سولوا البنت الكبيره، قالوا ليها باك اللي كان كيوصلك للمدرسه واش هذاك النهار اللي اختفى فيه واش وصلك؟ قالت لهم اييه ووصلني، وراه قال لي في الطريق بانه غيمشي عند عمي في برشيد. قالوا ليها وعلاش ما جيتيش قلتيها للام ديالك؟ قالت لهم انا راه جيت وقلتها للام ديالي وراه عيطات لعمي وقال لها عمي راه ما جاش عندي. وفعلا فسولوا الزوجه، قالت لهم راه بنتي قالت لي بانه مشى البرشيد، ولكن راجلي ما مشاش نهائيا البرشيد عند خوه، لان خوه اكد لي بانه ما جاوش عنده. قال لها ودي ما فكرتي في حتى شي حاجه شكون اللي يقدر يكون دار في هذه الحاله؟ واش راجلك يقدر تكون عنده علاقه مع شي وحده هي اللي دارت في هذه الحاله، وهي اللي كرات البارطمه مع عند السيد وهي اللي دارت في هذه الحاله؟ قالت لهم لا، راجلي مستحيل تكون عنده شي علاقه، وانا عارفه اخلاقه كيفاش داير. المهم البوليس غيرجعوا عند السيد مول الشقه، وكتعرفوا اي واحد كيبغي يكري شي شقه اكيد كيكري بلا كارت ناسيونال. جابوا السيده اللي كرات الشقه، يعني اللي بغات دير عيد ميلاد الخوها. قالوا ليها اودي اشنو كريتي الشقه اشنو ديري فيها؟ قالت لهم انا كريت الشقه بغيت ندير فيها عيد ميلاد لخويا، والسوارت راه عطيتهم لخويا، هو اللي جاب صحابو ودوز في هذيك الليله في عيد ميلاد ومشاو في حالاتهم بحكم ان خويا ما عندوش لاكارت. قالوا له ودي هاد خوك خاصو يحضر باش نعرفوا اشنو كاين. جا الاخ ديالها بداو كيستجوبوه، قال لهم ودي انا ما عارف حتى شي حاجه، انا درت العيد ميلاد ديك الليله ومشيت في حالاتي انا وصحابي اللي كنا غير قلال. قال لي او ملي دخلتي للشقه ما شميتي حتى شي حاجه؟ قال لي ما شميت حتى شي حاجه. غادي يخرج تقرير ديال الطبيب الشرعي اللي غيأكد بان هاد السيد توفى تقريبا 4 ايام، يعني التوقيت اللي كان فيه الولد داير العيد ميلاد في هاديك البارطمه. وهنا غادي يتم القاء القبض على الولد لانه هو المشتبه الرئيسي فيه. عاودوا استجوبوه، قالوا ليه قول لنا الحقيقه اشنو كاين، لان الوقت اللي كنتي فيه انت وصحابك هو فعلا الوقت اللي توفى فيه هاد السيد. اذا نتوما غتكون عندكم علاقه بهاد القضيه. الولد باقي صغير مراهق، من الدقه الاولى بدا كيبكي وبدا كيغوت وقال لهم ماشي انا اللي درت ليه هاد الشيء وماشي انا اللي درت ليه هاد الشيء. قالوا ليه دابا غير تهدن وقول لينا كيفاش القضيه، واش انت وصحابك درتوا ليه هاد الشيء ولا اشنو كاين؟ قول لينا شنو كاين او لا القضيه كيفاش دايره. قال لهم انا غنقول لكم شنو كاين، واخا انا غير تجريت في الرجلين. اييه قول لينا شنو كاين. قال لهم وهنا غتكون الصدمه كبيره للعائله، قال لهم انا وبنته هند اللي درنا فيه هاد الحاله دي. كيفاش؟ ايه انا وبنته هند اللي درنا فيه هاد الحاله. وعلاش هاد الشيء؟ قال لهم ودي بنته اللي غتعاود لكم داك الشيء من الاول حتى الاخر. فعلا غادي نمشيو يعني للدار ديال البنت، وغادي يتم القاء القبض عليها من بعد ما غيقلبوا بيتها كامل، لانها دابا ولات من المتهمين. غادي يلقاو التليفون ديال باها خاشيه في تحت حوايجها لتحت، لان في الاول ما قلبوش ليها، يعني كانت بعيده كل البعد على الشبهه. قلبوا ليها لقاو التليفون مرجعاه، يعني طافي التليفون طفى لانه مده ما تشارجا، وغادي تشعلوا الزوجه ديالو. وهنا غيلقاو بزاف ديال لي زابيل من عند مراته. البنت غادي يتم القاء القبض عليها وغيديو معاهم التليفون، والام ما فاهمه والو. فاش غادي توصل للتحقيق غادي يقولوا ليها بان العشيق ديالك ها قال وها قال. في الاول غتنكر، غتقول لهم ما يمكنش وهذا الشيء ما كاينش نهائيا، وانا واش نقدر ندير هذا الشيء للاب ديالي. الام فاش سمعات هذا الشيء جاتها صدمه،
كيفاش بنت صفيها لباها على قبل واحد. اشنو غيطرى هنايا؟ البوليس ما ساهلش، غادي يضغطوا على ضغطه مطوله وغتنهار وغادي تبدا تعترف وغادي تقول لهم هذاك النهار الاب ديالي وصلني الليسي وقال لي بانه غادي البرشيد عند عمي، وانا حيت عارفاه كيراقبني هذاك النهار ملي قال لي راه غادي يعني البرشيد عند عمي، خرجت من الليسي وعيطت للصديق ديالي اللي هو هذا يعني اللي معاها، قالت لهم وهنايا هو عيط لختو وقال لها عافاك راه بغيت واحد الدار واحد الشقه يعني كريها لي دغيا راه باغي نجيب صحابي ندير فيها واحد لانيفرسير في هاد العشيه. وفعلا حنا بقينا كندورو حتى كرات ليه اختو يعني الدار وصيفطات ليه لوكاليزاسيون ومشينا لديك الدار. ملي مشينا يلا دخلنا جلسنا تقريبا واحد الساعه، غنتفاجئوا بان الباب غادي يدق علينا. احنا قلنا غير مول الدار اللي كاري لينا، ولكن تما غادي نتفاجئوا بان الاب ديالي وصل علينا لانه ما قالش الحقيقه، ما كانش مشى البرشيد غير حيت عرفني انا راه حاسه بيه كيراقبني. تما قال لي يا برشيد باش انا نخرج ونبان فين كنمشي. وملي دخل بدا كيدابز هو والولد اللي انا معاه، وفي ديك اللحظه الولد هز واحد الآلة حاده ووجهها ليه ناحيه الكلوه، وانا ساعدته يعني ماشي قلت ليه بركه عليه ولا شنو، يعني ساعدته على انه يكمل حتى حسينا به انه توفى. بصراحه هاد القضيه كنعاودها وانا مبورشه لان ما كنتخيلش شي بنت تقدر دير لباها هاد الحاله هادي. خرج قالت لهم هو يعني مشى الحانوت وجاب الملحه كتيره وفكرنا ان نديروه تحت الناموسيه وحيدنا ليه البزطام وحيدنا ليه التليفون ورشينا عليه الملحه وخليناه تما. ومشى هو عطى السويرتات لختو ومشيت انا في حالاتي للدار عادي بحال حتى شي حاجه ما كاينه. والبزطام ديال باك فينا هو البزطام؟ قالت لهم الحناف واحد الزبل بعيد، قالت لهم وانا جيت في حالاتي لان الولد كان عنده موطور، مشينا لواحد البلاصه بعيده ولحنا فيها داك البزطام. اكيد غيكون لقاه شي حد خدم منه الفلوس ولا هما اللي غيكونوا خداو الفلوس ولا حو داكشي يعني لا كارت ناسيونال والبيرمي وداكشي. والطوموبيل ديال الاب ديالك، الطوموبيل قالت لهم ديال الاب ديالي، الولد كيعرف يسوق هزها وداها لواحد البلاصه بعيده وفعلا داتو من هذاك المكان اللي فيه الطوموبيل ولقاو فعلا الطوموبيل. وهذه هي القضيه ديال اليوم. وكنتمنى من البنات انهم يراعيوا لوالديهم ويتصنتوا لوالديهم، راه ما كاينش بحال الوالدين اللي قالوها لك والديك هي اللي كاينه. وشكرا لكم.